تخيل معايا المشهد ده، داتا سنتر صارفين عليها ملايين، تير 3 سيرتيفيكيشنز، ان بلس 1 للباور والكولينج، وفجاه تعرض لسيرفيس اوتج كامل. ما عنديش تشيلر اتحرق ولا عندي حريق عموما. السبب ممكن يكون بريكر صغير او كنترول بورد ضربت وما كانش عندي ليها بديل في المخزن. المشكله ان احنا ساعات بنركز على الميجر سيستمز وبننسى حقيقه مهمه جدا، ان الريلابيليتي سلسله مترابطه، واضعف حلقه فيها ممكن توقف كل حاجه. في الفاسيلتي مانجمنت احنا بنقيس كفاءه التشغيل برقم اسمه MTTR مين تايم تو ريبير. بس خليني اوضح حاجه، MTTR مش بيعتمد بس على مهارات المهندس. في الواقع 80% منه بيعتمد على اللوجيستكس. لو المهندس مثلا هيشخص العطل في 5 دقائق، لكن قطعه الغيار محتاجه مثلا 3 ايام شحن وتخليص جمركي وكمان توصيل، يبقى الام تي تي ار الحقيقي هيكون 5 دقائق زائد الثلاث ايام، يعني 3 ايام و5 دقائق. وده طبعا كارثه على اي اس ال اي. طيب هل الحل ان احنا نخزن كل مسمار في الداتا سنتر؟ طبعا لا، ده هيكون كابيتال مجمد وانفنتوري هولدنج كوست غير مبرره. الحل هو ريسك بيزد سبير بارت مانجمنت. يعني ايه؟ اولا نحدد الكريتيكال سبيرز، دي القطعه اللي بتوقف اللود او بتضرب الريدندنسي، مثلا اليو بي اس كنترول كاردز او الكريتيكال سنسور، دي لازم تكون اون سايت. ثانيا الكونسيومبلز زي الفلاتر والبيلتس، والحاجات دي بتتحسب عموما حسب البريفنتيف مينتنس سكيدول. ثالثا ودي اخطر نقطه في منطقتنا، اللونج ليد تايم ايتم. لازم نكون واقعيين، الجلوبال سبلاي تشين معقد، والشحن في منطقتنا في الشرق الاوسط سواء مثلا مصر او السعوديه او غيرهم مش دايما سريع ومضمون، والاعتماد على ان الفندور هيكون عنده القطعه اللي انا محتاجها دي مخاطره كبيره، خصوصا لو المخازن بتاعته اللي موجود فيها السبير بارتس مش لوكال. اداره السبير بارتس مش شغل امين مخزن شاطر وخلاص، دي عمليه لازم تكون مربوطه، مثلا ممكن على الدي سي ام يكون في اسيت ريجستر وتكون الايند مع جدول الصيانه الوقائيه. وكل كوارتر لازم نعمل اوديت حقيقي، هل اللي موجود في السيستم هل هو فعلا اللي موجود على الرف، وهل في قطعه وصلت اند اوف لايف واحنا لسه معتمدين عليها. في النهايه الافيلابيلتي مش صدفه، الافيلابيلتي تخطيط. وسؤالي ليكم، لما بتعملوا البادجيتنج بتاع السنه الجديده بتحددوا ميزانيه السبير بارتس بناء على الفندور ريكومنديشن ولا بناء على هيستوريكال داتا وتجربه التشغيل الفعليه؟ مستني اسمع تجاربكم في الكومنتس عشان كلنا نستفيد.